السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم اخوان؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم اليوم درس جديد هو كيفية ضبط اعدادات الفوتوشوب، فوتوشوب سي سي 2015 اللي سويت لكم شرح له عن كيفية تنصيبه وتحميله وتنصيبه وتفعيله. اليوم هو ضبط اعداداته. نبدأ على بركة الله. طبعا قبل كل شيء اتشرف بكم زيارتي على صفحتي والاشتراك بها والجروب وانضمام للجروب في مصمم فوتوشوب العراق. راح تنطلع فيه الفيديوهات والملحقات ان شاء الله. نفتح الفوتوشوب. نعمل نيو نعمل نيو نختار قياسات. هاي قياسات مضبوطة لا بأس. القياسات بس مجرد ان يفتح لنا الموضوع. خلاص فتح لنا هذا الموضوع. اول شيء انت من تجي تفتح، انا اول ما نصبته طلعت لي هذا الاشياء. انا ما فهمت، راح امسح كل شيء قدامك. راح اغلق كلوز كل شيء موجود هنا، راح اسوي له كلوز. بعدين راح ابدي اصفي بينه شوية شوية. هاي ادنى من داخله خلصت. خلاص ما يعني نبدي نفتح اللايرز شوية شوية يعني. اول شيء نروح على ويندوز. منها نختار اللايرز او F7 او تدوس هنا لايرز. هذا اللايرز فتح عندك موجود خلاص الباك جراوند كامل. طبعا حسب ذوقكم ال 3D. هاي ال 3D تخليها هنا وهنا. طبعا الساعة بالوحدة 200 إلى 10 والبلبل يغرب. الأكشن هذا أيضا أكشن، ولا بس خليه راح أخليكم إياه راح تعرفون شو. أدجستمنت، اللاير أدجستمنت هاي طبعا كل المصممين يستخدموها وبثقة يعني. هاي الإضاءة ما علينا. نجي على البروش، إعدادات البروش. الشانلز والقنوات طبعا انا راح اخليها هنا على الصفحة. بعد هذا اللي ما علينا به. الكولر هذا اللي ما استخدمه راح اغلقه. الخاصية الجديدة دي اللي هي خاصية جديدة كليبس. هاي ناخذ الحركات. الحركات ما تلاحظون حركات واحرف يعني لا بأس بها. راح اخليها هنا. راح ارجع على اللاير. طبعا غنيات عن التعريف كلها كل مصمم يعرفهن. طبعا انا راح اسوي لكم الفوتوشوب على ذوقي واذا انت حبيته سوي لك فيه. انا راح اخلي الزوم راح اخليه فوق هنا، وراح اخلي الهيستوري. انت سويت حركة احسن ما تدوس على كنترول وزد للرجوع. راح تفتح هذا تضغط على الويندوز وتدوس على هيستوري تجيبها تخليها لاي مكان. انا راح اخليها هنا ما تشوف. راح اخليها هنا حتى شنو يعني. هسه انا جيت استخدمت التيب تول. دست هنا وهنا 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 وهنا. من تدوس كنترول زد راح يرجع لك وحدة واحدة بس. وحدة يرجع لازم وين تروح يعني. اذا تريد ترجع كلها تراجعه. لو تمسحها لو تشوف شنو الحل. لو تروح على ايديت تدوس من هنا تكتب يعني بالوحدة وحدة. لا لو جيت سويت هنا كملت تجي تدوس على هاي ترجع وحدة ترجع وحدة ترجع وحدة يعني من هنا. بس ترجع شوية شوية وحدة عادي. ولا راحت يعني بالكنترول زد او من ايديت وتدوس على سيف باكورد يعني. ولا هي جاي من هنا عندي انا استعملها يعني. تراجع خطوة ترجع خطوة من هنا. راح اخليها هاي. والزوم تفتح صورة، اي صورة كانت بس مجرد انك تفتحها. نفتح هاي الصورة تعمل لها زوم ما تجي يعني تضرب بالرول. تروح على الموف نوت تعمل رول او على هذا الزوم تعمل زوم. لا هذا شيء قديم صار. هسه تجي كانت تدوس من هنا
تعمل زوم وتحرك مكان الزوم بأي مكان تريده، تعمل زوم إلى ما لا نهاية مثل ما تلاحظون 3200 درجة، وين ما تريد تخليها خليها، تعمل زومات لحد ما تخليه على 200 أو 100، يعني شوف شغلك شو مناسب. إن شاء الله يكون الدرس عجبكم. هذا كل ما يسمح به الدرس، يعني ضبط إعدادات، وإذا تحبون يعني بعد فيو شاو كنا بيكسل جريديان هاني ريلوز هاي حتى تعمل تحديد تفيدك لأهل اللغوات، تعمل اللغوات تفيدهم، أو تعمل منتصف الصورة أو ما شابه، يعني تفيدك كمصمم لغو أو مصمم أغلف، يعني مرات تفيدك بالمسافات. إن شاء الله يكون الدرس عجبكم. وبعد أقدر أضيف لكم شيء، تغيير لون الخلفية كلها، تروح على edit reference، تدوس على هاي أو كنترول حرف كي، من هنا الواجهة تختار اللون، طبعا أنا أحب هذا اللون. ولا إذا عندك الكتابة بصورة مختلفة، نجي نجرب الكتاب شلون يكتب بصورة طبيعية ما بي أي خلل عادي. وإذا كان عندك يكتب بالخلف تروح على edit، استنى صح، تدوس كنترول وحرف كي، راح تظهر لك هاي الواجهة، تروح على تايب، وإذا كان هو راح يكون عندك هنا تدوس على هاي أوكي، طفي البرنامج، ترجع الشغلة خلاص. إن شاء الله يكون الدرس عجبكم، ما قصرت وياكم إن شاء الله بهذا الدرس. نلتقيكم في درس آخر في الفوتوشوب، إلى اللقاء.